احمد سيد زيزو الحارس محمود حمدي. زيزو ويحطها ولكن تلعب برا. أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج فري كورة وملخص أخبار اليوم. فضلا وليس أمرا اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. الأهلي بيواصل نزيف النقاط، تعادل بطعم الخسارة أمام المصري في الدوري. النادي الأهلي واصل سلسلة نتائجه المتذبذبة في الدوري وتعادل سلبيا 0-0 مع المصري البورسعيدي في ماتش صعب جدا على استاد برج العرب. ده هو تاني تعادل على التوالي للأهلي بعد ماتش بتروجيت، وبكده المارد الأحمر بيخسر نقطتين مهمين في صراع الصدارة. أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد التعادل السلبي. سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي عبر عن غضبه الشديد بعد التعادل السلبي مع المصري البورسعيدي، وقال إن النتائج الأخيرة أقل من طموحات النادي والجماهير، وكشف إنه قرر تجميد المستحقات المتأخرة للاعبين إلى حين تحقيق انتصارات مهمة. قرار نهائي في الأهلي بشأن التعاقد مع أسامة فيصل. مصدر داخل النادي أشار إن الأهلي بيفكر بجدية في التعاقد مع أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي في الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم الهجوم. شرط محمد عبد المنعم للعودة إلى الأهلي. كشف الإعلامي أحمد شوبير إن محمد عبد المنعم متمسك باستكمال تجربة الاحتراف في فرنسا، وإنه لو ما حصلش على فرصة للمشاركة الأساسية فممكن يفكر في العودة. تروب يكشف سر قبوله تدريب الأهلي ويصف جلسة الخطيب بالمفاجأة. في خبر حصري أكد يستروب أن اقتراح الإدارة ومشروع النادي كان العامل الحاسم في انضمامه، واصفا جلسته بمحمود الخطيب بأنها مفاجأة مليانة طموح وإيمان بالمشروع الرياضي للنادي الأحمر. خالد مرتجي رئيسا لبعثة الأهلي المسافرة للسوبر المصري. تقرر أن يكون خالد مرتجي أمين الصندوق وعضو مجلس الإدارة رئيساً لبعثة الأهلي اللي هتسافر للإمارات للمشاركة في كأس السوبر المصري. الأهلي بيستعد بقوة للبطولة دي، خصوصاً إنها أول تحدي للمدرب تروب بعد سلسلة التعادلات في الدوري. تحديد موقف إمام عاشور من لحاقه ببطولة السوبر. كشفت الأخبار عن تفاصيل موقف إمام عاشور من اللحاق بالسوبر. اللاعب مستمر في برنامجه التأهيلي بعد الإصابة، وفي كلام إن فرص لحاقه بالماتش الأول أمام سيراميكا صعبة شوية، لكن الجهاز الطبي بيحاول يجهزه بأقصى سرعة. رسمياً الجهة الإدارية بتعتمد نتيجة انتخابات مجلس إدارة الخطيب. رسمياً الجهة الإدارية أرسلت خطاب للنادي الأهلي بتعتمد فيه نتيجة انتخابات مجلس الإدارة اللي فازت فيها قائمة الكابتن محمود الخطيب بالتزكية. يعني مبروك لمجلس الإدارة الجديد، بداية مهمة في عملهم. الزمالك بيستيقظ بثلاثية. الأبيض بيكسب طلائع الجيش في أول ظهور لعبد الرعوف قبل السوبر. الزمالك بيحقق فوز غالي ومهم جدا على طلائع الجيش بنتيجة 3-1 في أول ماتش للمدرب المؤقت أحمد عبد الرعوف بعد رحيل فيريرا. الفوز ده جه في توقيت مهم عشان يرفع الروح المعنوية للفريق قبل السفر للسوبر. أهداف الزمالك سجلها نصر ماهر وعدي الدباغ، وهدف ثالث عن طريق نصر ماهر. الأهلي يوقع مع ثنائي جديد من الدوري المصري. أهلي نيوز أعلن إنه تم توقيع لاعبين جدد من الدوري المصري لتعزيز صفوف الأهلي استعدادا لفترة الانتقالات الشتوية. الصفقتين تموا رسميا بموافقة لجنة التعاقدات وبدعم من الإدارة. كانت هذه أبرز أخبار الرياضة اليوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025. تابعونا يوميا على قناة فري كورة لمزيد من التغطية الحصرية، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من عالم الكرة المصرية والعالمية.